خليني اصدمك واقول لك انك بتقضي تلت حياتك غلط. كتير صح؟ انت يومك كام ساعه؟ 24. بتنام منهم كام في المتوسط؟ 8 صح؟ انت بتنام ال8 ساعات دول غلط ان كنت بتنامهم يعني. مش بس بتبقى غلط عليك او على جسمك او على عقلك، ده انت بتخلي جسمك ومخك والسرير يقولوا لك ده انا هعمل معاك احلى واحد بس لما اشوفك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من غير هبد، من غير فزلكه، من غير بيستاشيو. في سنة 1964 سجل راندي جاردنر الرقم القياسي الأول في أطول مدة من غير نوم، واللي قعد فيها سكة 11 يوم ونص ما بيشوفش النوم، يعني سكة كده 264 ساعة ونص. بس هل الأرقام القياسية بتقف؟ استحالة. بعد منه ب 22 سنة في 1986 روبرت ماكدونالد، واللي سجل 18 يوم و21 ساعة و40 دقيقة من غير نوم. ايه يا جدعان الهبل ده؟ واللي من بعده جينيس حظرت الرقم القياسي ده، قالت احنا مش هنعمل الرقم القياسي ده تاني، واللي هيعمله يروح يشوف حد يسجله له، لما فيه طبعا من مخاطر صحيه كبيره جدا. هسيبك انا بقى تتخيل اللي حصل لراندي وروبرت في ال 19 يوم اللي من غير نوم دول، ومسموح تسرح بخيالك عادي. وهنا طبعا سؤال بيطرح نفسه، احنا ليه بننام اصلا؟ لك تتخيل ان النوم ده مش حاجه زياده او رفاهيه يعني، لكن هو مهم جدا عشان تفضل عايش اساسا. بيجدد الخلايا التالفه، بيقوي جهازك المناعي، بينظم هرموناتك، بينظم مشاعرك ومودك ومزاجك. وركز لي على مزاجك دي عشان هنقولها بعدين. اول تلت ساعه بيبقى نوم خفيف كده لحد ما بتبدا تخش في النوم، جسمك في حاله بين اليقظه والنوم كده. بعدها بتبقى اعمق، بتخش في مرحله اسمها النون رابيد اي موفمنت، ده جسمك بيبدا فيها يصلح نفسه ويفرز هرمونات النمو ويظبط المناعه وهكذا. بعديها بقى بتخش في مرحله اسمها الرابيد اي موفمنت، اللي بتبدا فيها ان انت تحلم، والمخ بيكون شغال فيها كانه صاحي بالظبط. كل ده بيحصل في دوره نوم واحده بتاخد ساعه ونص. انت بتنام 7 8 ساعات، يعني بتاخد 4 5 دورات نوم كده لحد ما بتيجي تصحى. يبدا هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون اليقظه يفرز عندك، واللي بيشتغل احسن لما عينك بتشوف ضوء الشمس الصبح او اي ضوء بالمناسبه، تليفون، لمبه، تلفزيون، اي ضوء بتشوفه عينك بيشغل الكورتيزول ده، لحد ما بيجي هرمون الميلاتونين اللي بيسبب النعاس وبتنام. ايه بقى اللي ممكن يحصل لو ما نمتش؟ فاكر يا قلب اخوك لما قلت لك اسرح بخيالك في اللي حصل لراندي اللي ما نامش 11 يوم ونص وروبرت اللي ما نامش 18 يوم؟ سرحت بخيالك؟ اكيد قلت حصل لهم حاجه وحشه، لان كل اللي جسمك بيعمله وانت نايم مش هيعرف يعمله وانت صاحي. خد عندك اللي هيحصل: قله تركيز، ضعف ذاكره، قله مناعه، قله ادب، فعلا قله ادب عشان انت هيبقى مزاجك مش متظبط فهتطيح في خلق الله بقى، وتقلبات مزاجيه، خصوصا بقى عندك انت قلب اخوك عشان قله النوم بتضرب في التستوستيرون، تخليه مفيش. لا 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 لا، مش هينفع كل ده بالذات، لا. طبعا يا قلب اخوك انت مبسوطه دلوقتي اللي انت ما تعرفيش شكل التستوستيرون ده عامل ازاي. احب اقول لك برضو ان هو بيلخبط في هرمونات الانوثه، يعني كل حاجه بايظه، كله بايظ. حالتك الصحيه والنفسيه بتتدهور وبتروح في 60 داهيه بسبب قله نومك. قبل ما اقول لك ازاي تنام كويس، خليني اقول لك نظام نومك بيشتغل ازاي اصلا. في حاجه في جسمك غالبا هتكون عارفها اسمها الساعه البيولوجيه، بتتظبط من حاجه اسمها السوبراشيزماتيك نيوكليوس، النواه فوق التصلبيه. زي ما قلت لك قبل كده، اهم حاجه بتاثر عليها الضوء اللي بتتعرض له ايا كان مصدره ايه. عشان كده اول حاجه لازم تعملها عشان تظبط جوده نومك عن الشاشات على الاقل ساعتين قبل ما تنام. وده اللي غالبا هيحصل. ممكن تشغل وضع القراءه اللي هو بيخلي الشاشه صفراء، بيحجب الضوء الازرق، ما ياثرش على جوده نومك بعد كده. مش محتاج اقول لك انك لازم تقلل كافيين. الكافيين ده على ما بيخرج من جسمك بيحتاج سكه 6 ساعات، فانت لازم تقطع كافيين قبل النوم على الاقل ب6 ساعات. فحاول بقدر الامكان انك تقلل كافيين قبل النوم ب6 ساعات عشان تعرف اول ما تخش السرير تنام. جسمك بينام افضل في درجات الحراره المنخفضه، فلو الدنيا حر انت مش هتعرف تنام. حاول تظبط تكييفك كده على من 18 ل 20 درجه مئويه. تملي معاك انت تملي شحات معاك قلبي معاك عمرو دياب شحات حبيبي. او خلينا نقول كلام عملي شويه، حاول باي شكل تخلي درجه حراره جسمك اقل لما تيجي تنام. خفف مثلا هدومك، خفف الغطا اللي بتتغطى بيه، افتح الشبابيك، اي حاجه. اعمل لك روتين قبل ما تنام. لما بتجيلنا حاله في المستشفى ما بتبقاش عارفه تنام، بنسال على روتينها اليومي قبل النوم. كان بيشرب كوبايه لبن دافيه، كان بياخد شاور قبل ما ينام، كان بيسمع قران، كان بيعمل اي حاجه بتهيأ له الجو عشان ينام، فنعملها له فيعرف ينام. اعمل لنفسك حاجه زي دي، هيئ الجو لنفسك، مخك يتعود بعد كده ان اول ما يحس بالاجواء دي يبدا يتهيأ للنوم، وده طبعا هيحسن من جوده نومك وهيسهل معاك النوم اول ما تخش في السرير. فلما تنام احسن يا قلب اخوك، هتشتغل احسن، هتذاكر احسن، هتنتج احسن، هتعيش احسن من الاخر.
ويعني مشكله من مشاكل حياتك هتروح شويه او هتحاول تقللها، يعني دي حاجه كويسه برضه. وبس يا قلب اخوك، ارجو من الله ان الفيديو يكون فادك. لو استفدت من الفيديو شارك الفيديو مع اصحابك، لايك سبسكرايب. كان معكم محمد طارق، وده فيديو من غير هبد، من غير فزلكه، من غير بيستاشيو. سلام.